الزول في اللون ثمليليت بوسكين تيلين كذيوث تنفقيت ثولم تيديا كان سعدتي تسمى زيغ في مصر مساء الشاحي أماني الدفد المند تفراني نكاديلين المند سلويث نو غراو أمضلانا مزيغنا الكونغري مونديال أمازيغ تميت مسلاي تعرف دينير الكونغرس العالمي الأمازيغي وكني انه سين وغير فشو يتبغى دفد وذنتات وذا شو ثواهي لناس نروح نسولة كنت نسقسير السينيري مساء الوشاحي أماني الزلف لا مساء أزول كيف حالك؟ أهلا وسهلا. النوير مسلاي كي تدنير ما مشواريس شي تدي بوين وكنين الماد تورا تمزيز ورث إث سلويث ويرا ومظلنا مزيغ ذا شو تصوضن تبغى تيلي ذا نشتكي وذا غان ذا شو ثواهيل البرنامج ناغ البروغرام لا كونديداتور إناس هذا نشي قد وذي تقصيا. السؤال الأول أماني الوشاحي ما هي مسيرتك الذاتية بصفة مختصرة؟ أنا اسمي أماني الوشاحي. أنا مولودة في مصر عام 73 لأم مصرية كيميتية يعني، وأب أمازيغي. ويعني عشت حياتي يعني في البداية عملت صحفية، وبعدين يعني ناشطة حقوقية في مجال حقوق الأقليات في مصر. وبعدين في عام 2007 يعني بدأت بقى أنخرط في يعني أتواصل مع الحركة الأمازيغية في الخارج، وانضميت للحركة الأمازيغية في الخارج بالفعل. وبعدين أسست الحركة الأمازيغية في مصر. يعني ده ملخص شديد. يعني أنا حاليا بشغل منصب ممثل أمازيغ مصر في منظمة الكونغرس العالمي الأمازيغي، وأنا انضميت لهذه المنظمة في عام 2011. سوف تكون انتخابات لرئاسة الكونغرس العالمي الأمازيغي. ما هي الأسباب التي دفعت وشاحي أماني لكي تترشح؟ شوف يعني انت عارف كويس ان 80% من اعضاء الكونغرس مغاربه وجزائريين. فالحقيقه انا لاحظت يعني انه يعني دايما بيبقى الرئيس او القيادات بيبقى مغاربه وجزائريين. طب باقي الاعضاء. ولكن سيدة وشاحي، هناك فترة أين فتحت خليفة من ليبيا كان رئيس لا. حالة فريدة من نوعها، وكانت ظروف معينة يعني، لكن ما كانش ده الوضع الطبيعي في آلية اختيار الرئيس. يعني انا بتكلم يعني هو ما كانش يعني هو مش انا بس اللي لاحظت الموضوع ده، انا وزميلي ابو القاسم عاشور ممثل امازيغ ليبيا. الحقيقه احنا يعني يعني تقدمنا بمقترح يعني ادخال تعديلات على اللائحه الداخليه للكونغرس او القانون الداخلي في عده مواد خاصه بالماده اللي متعلقه باختيار الرئيس. لان يعني دايما يعني الرئيس بيجي بتصويت ال 51 عضو اللي هم اغلبهم مغاربه وجزائريين، فده ما بيديش فرصه لينا احنا الاعضاء من خارج المغرب والجزائر، خصوصا الدول اللي فيها تمثيل قليل يعني زي مصر زي ليبيا موريتانيا النيجر. بيبقى التمثيل يعني حاجه بسيطه، مقعد او مقعدين او كده يعني. فبالتالي احنا من ضمن المقترحات بتاعتنا للتعديل انه يبقى الماده الخاصه بآلية اختيار رئيس ما يبقاش في الانتخاب بالتصويت المباشر، لكن المنصب لازم يلف على الدول كلها، يعني يلف على الاعضاء. فلما احنا اقترحنا يعني عرضنا المقترح بتاعنا على الاعضاء بشكل ودي، فلقينا طبعا تأييد يعني وترحيب. يعني حتى الرئيس نفسه خالد زيراني مرحب جدا بالفكره. بالتالي يعني هيبقى يعني اتفقنا طبعا يعني انه اللي تمام مقتنعين بالفكره خلاص يبقى في كل الاحوال ما فيش مغاربه وجزائريين اصلا هيترشحوا في هذه الدوره يعني. وان شاء الله المقترح بتاعنا هيتعرض في المؤتمر الفيدرالي للنقاش والتصويت، وان شاء الله غالبا يعني هيتم الموافقه عليه، لان الاعضاء اصلا يعني ما اتكلمنا معاهم بشكل ودي وكلهم موافقين. فبالتالي انا مرشحه من مصر، ابو القاسم عاشور مرشح من ليبيا،
وان المفروض ان شاء الله بقى ان ايه المنصب يلف على كل الدول بحيث الكل ياخد فرصته، يعني ده من حقنا يعني. سوف أترجم ما قلت باللغة القبائلية الأمازيغية القبائلية. وشدنا مسا وشاحي أماني نك ذاكن نوغ ثاني من تولي نسلوين الكونغري مونديال أمازيغ أمضلان أمازيغ أمازيغ ديما تسلين سل ماروك ناغ سل الجزائر غاسو لما ني غاسد كانت لي التليث إلا ولي بيان مداكل فتحنا خليفات نك من نتسوات ونلنا كي كان ستان كونكور سيكونستانس ماشي نكتورا نتساف ذم داكل عاشور ابو القاسم عاشور قال لنا نتسا يتمسن سيسمي مزيان ليبيا ديال الكونغي مونديال المزيغ انك ذاك نتسمو قول انت كان بدل القوانين وكني نتسا هاتسان ذويا سي بوركينا فاسو ناس المالي ناس النيجر ناس موريتانيا ناس سي ليبيا سي مصر سي تونس وكني وريني هذو غنو حكمن اجراو امضلان امازيغ هذا ما ناتي الى السؤال الاخير اعطينا برنامجك الانتخابي السيده الشاحي. ما هو البرنامج الانتخابي لك؟ لا ما اقدرش اقول لك طبعا برنامج تفصيليا عشان الوقت، لكن ممكن اقول لك الخطوط العريضه. هو الهدف الاول بالنسبه لي انا اسعى عليه هو التثاقف، لان انا بشكل شخصي ما معنى كلمة تثقف؟ قل لي تثقف، ما فهمت كلمة تثقف. التثقف هو يعني عندما يكون لدينا ثقافتين اوكي. التثقف انا هشرح لك. لما يكون عندنا ثقافتين ثقافة منهم تحاول ان تطغى على ثقافة اخرى، هذا اسمه تثاقف وتفرض نفسها. يعني مثلا يكون عندك ثقافه عربيه وثقافه امازيغيه، فتيجي الثقافه العربيه تطغى على الثقافه الامازيغيه وتحاول انها تضعفها وهي تفرض بقى نفسها عليها، هذا اسمه تثاقف. عندما تهب الثقافه الامازيغيه للدفاع عن نفسها ده اسمه تثاقف مضاد عنيد جدا من التثاقف، وهذه اكبر مشكله اصلا بيواجهها امازيغ مصر، التثاقف العربي او العروبي. فالمشكله الامازيغ في كل مكان بيعانوا من التثاقف. فتظل رسالتي الاولى او الهدف الاول في البرنامج اللي هعمل عليه هو التثاقف المضاد في كل الدول اللي بنعاني منها من التثاقف. يعني ده اهم حاجه دلوقتي. اوكي، اذا انت في البرنامج الانتخابي يعني المهمه الاولى لك هو لكي تعملي لكي تزيل على هذا التثقف الذي جعل العربيه تطغى دائما على اللغه او الثقافه الامازيغيه في مصر وفي تونس وفي اي مناطق اخرى من تمازغه. هذا يعني الخط العريض. يعني هناك ولكن هل هناك نقاط أخرى ممكن يعني تحاولون أن تجمع بين كل فئات الأمازيغ في العالم وكذلك والدياسبورا والى اخره؟ هناك طبعا يعني هيضل برضو من ضمن البرنامج بتاعي هو تمكين الاعضاء من خارج المغرب والجزائر. يعني هو لا يكفي فقط ان احنا يعني يبقى رئيسان المتشاركان بس، لكن من حقنا ان احنا يبقى موجودين في المكتب الاتحادي اللي هو الجمعيه الامانه العامه زي ما بيسموه. كمان لازم يبقى في عدد من المستشارين من ابناء يعني الكيانات الاخرى في الحركه الامازيغيه، مثلا زي مجلس الاعلى الامازيغ ليبيا، زي مثلا حركه ماك وهكذا، مثلا منظمه ايموهاج. عشان لازم يبقى في لينك، لازم يبقى في تواصل مع كل هذه الكيانات الممثله للحركه. كمان النقطه الثالثه ضم يعني الامازيغ في المناطق اللي يعتبروا لغايه حتى هذه اللحظه مناطق مجهوله. يعني مثلا في امازيغ في السودان، امازيغ زغاوه، يعني انا بدات في تواصل مثلا معاهم ان متزعمهم يعني احد الاشخاص اسمه السلطان حسن، تمام. امازيغ اسرائيل مثلا، امازيغ امريكا الجنوبيه،
يعني دول مش موجودين خالص، يعني لازم يبقى في تواصل معاهم، لازم نشوف مشاكلهم. ولكن هناك أمازيغ في إسرائيل كذلك، هناك أمازيغ في إسرائيل. نعم. أوكي. نعم. وفي امريكا الجنوبيه يعني. أوكي. انت أمريكا الجنوبية كذلك، ان صح. الرئيس كاسترو نصف امازيغي، رئيس كاسترو امه امازيغيه من جزر كناريا وابوه كوبي. هذه معلومة جديدة لدينا. اوكي، هناك مسا مانيت هناك ذاك لاني مزيغا ماشي كان ذيك وقفا ماشا قم كان يمضقن نظام يشبان اسرائيل اكداني ثمانية نودا ونزور على امريكا اللاتين تسنى مذيا فيدال كاسترونتوس ونزغيا بلي يماس تمازيغيت تزيرين في كنداريين بس ندينا الكوبا هي انت تمقول انت كان هذاك شمني مزيغان ونلينا نتفقت وقفا غال وقراو أمضلان أمازيغ. لخصت ماذا قلت أمام سيدة أماني. هناك أنا انتهيت من الأسئلة، ولكن إذا عندك نقطة أخرى أو إضافات أخرى ممكن تكلمي عليها. اشكرك. انا أوكي. سعيده بالتواصل معك رشيد، شكرا. شكرا جزيلا. كانت نساء ثقرا انت وانت كي مش تعطي بسم الله نكذ اماني الشهير ايلين تمزيز ورث وكنت تغال تسلويت انه هذا تغال تسلويت نواقرا وامضلان امازيغيسيا ان مليل عادي اليومين نوث قوقرا وكين تمليلين نظن او ديري قيمات ذي ثلويث